انا كمحب للنادي الاهلي وكعاشق للقلعه الحمراء وفانلنا الحمراء وللنسر، يعني والله العظيم اقسم بالله يا جدعان انا بتمنى ان الاهلي ما يصعدش بسبب شويه اللعيبه الوسخه اللي في النادي دي. حقيقي. من امتى احنا يا شويه زباله يا شويه زباله؟ من امتى بنستنى الفرقه التانيه قال لما تتعادل ولا تخسر من الفرقه التانيه عشان خاطر احنا نفوز قال ونصعد قال؟ هلال ايه وصن داونز ايه وقطن ايه؟ الله يحرقكم، الله يحرقكم بجاز وسخ يا لعيبه وسخه. لو انت مش عارف قيمه الفانلة اللي انت لابسها يا حته زباله، ما تلبسهاش، سيب النادي وامشي. 2 دوري ورا بعضيهم خسرانهم، دوري ابطال افريقيا ده يعني يد يد انت والله العظيم مش عارف اقول ايه. يا ابني انت اقوى نادي في افريقيا، انت اقوى نادي في افريقيا، انت سيد افريقيا. مش بالكلام، مش بالكلام يا حبيبي، ده بالارقام يا بابا. لو انت مش عارف قيمه الفانلة دي سيبها وامشي. مشوا اللعيبه دي. انا بتمنى ان الاهلي فعلا ما يصعدش عشان لما اشوف الاداره دي هتعمل ايه مع اللعيبه دي. 2 دوري ورا بعضهم. من ساعه ما شجعت النادي الاهلي ده انا عمري ما شفت 2 دوري دول ورا بعضهم. الدوري ده احنا ما يعني كان ايام حسن حمدي يقول لك ايه؟ احنا بنجيب مدرب عشان ياخد لنا دوري ابطال افريقيا مش عشان ياخد الدوري المصري. يا لعيبه زباله، يا لعيبه شويه رمم. الفانلة اللي انت لابسها دي اكبر نادي في افريقيا. لو انت مش فاهم قيمتها ما تلبسهاش، ما تلبسهاش. لو هي كبيره عليك يا حبيبي روح شوف دوري درجه ثالثه ولا تانية. والله العظيم شويه لعيبه وسخه.